الاكتئاب مش ضعف، الاكتئاب مجرد عقل تعب، ولو ما كملتش الفيديو ده هيفضل عقلك يدور في نفس الدايرة. ربنا سبحانه وتعالى يا صديقي خلق فينا الاكتئاب، وده علشان له فوائد عظيمة جدا لا تعد ولا تحصى. ايوه الاكتئاب ما تستغربش. والاكتئاب يا صديقي هو عبارة عن اشارة ألم نفسي يقول لك في حاجة غلط، او انت ماشي في طريق مش طريقك، او متجمد بقالك فترة وشغال عمال تفكر تفكير مفرط. بس للأسف الإشارة دي ما بتجيش عادية كده، دي بتسبب خلل في هرمونين اتنين، هرمون الدوبامين وهرمون السيترونين، ودول هرمونات السعادة والمزاج المسؤولين عن ان انت يبقى عندك شغف للدنيا وعايز تعيش وتكمل وتقضي نشاطات يومية. الإشارة دي يا صديقي لها حلين اتنين علشان تختفي. الحل المؤقت وهو ان انت تسكن نفسك بأي طريقة من الطرق، وللأسف ده حل مؤقت ومع الوقت بيبقى زيه زي قلته. مش بس كده، ده مع الوقت هنتفاجئ ان له نتائج عكسية اصلا. او تستخدم الحل التاني اللي هقولك عليه في الفيديو بتاع النهارده، وده هنقسمه ل3 خطوات بسيطة جدا، ومش هيكلفنا فقط غير 35 جنيه. وما تقلقش انا عارف البادجت بتاعك يا صديقي، ال3 خطوات كلهم على بعض هيكلفوا 35. النقطة الأولى وهي إن أنت تعترف ما بينك وما بين نفسك إن أنت فعلا غلط، وإن أنت لازم تصلح نظام حياتك سواء كلي أو جزئي. مخك يا صديقي ما بيشغلش نظام الصيانة إلا لما حضرتك تعترف إن الحاجة اللي أنت بتعملها دي غلط. النقطة التانية بقى يا صديقي إن حضرتك هتجيب نوتة صغيرة زي دي كده من أي مكتبة، وتبتدي كل يوم الصبح أول ما تصحى تسجل مهامك اللي مطلوب منك إن أنت تأديها في اليوم ده، وما يقلوش أبدا عن 5 مهمات. لأن وقت الفراغ ده يا صديقي حرفيا أكبر فجوة في يومك بتأديك للاكتئاب. والهدف فينا إنك هتحدد 5 مهام معينة أو 5 نقط معينة هتنفذها في يومك، مش شغال عمال تفكر في حياتك كلها في نفس الوقت. انت كده حرفيا عايز ساحر هو اللي يعمل لك كده. انت محمل مخك فوق طاقته، فبالتالي هو مش عارف ينفذ حاجه وهيحس بالعجز، وده حرفيا لوحده هيجيب له اكتئاب. والزتونه هنا يا صديقي في ال5 مهام اليوميه ده عظيمه. التزام هتقدر تنفذهم، وانجازات هتقدر تحققها، ومخك اخر اليوم هيكافئك بشوت دوبامين طويل الاجل، وهتحس بالتقدم والتطوير في حياتك على المدى البعيد. هتتعود على المالتي تاسك، يعني بأهلك كمان لسوق العمل وانت لسه ما عملتش لايك ولا سبسكرايب. كده انا اللي هيجيلي اكتئاب وهبطل الشغلانه خالص. والنقطة التالتة وهي أهمهم على الإطلاق، إزاي تختار ال5 مهام اليومية. أولهم صلاة ال5 فروض، لأن ده المصدر اليومي لينا اللي خلقه لنا الله سبحانه وتعالى، هيدينا راحة وسعادة ودوبامين من غير أي مجهود. مينفعش تكون بتضيع عليك حاجة زي دي، زائد علاقتك مع ربنا وهتساعدك في تقدمك في حياتك. يعني أنا مش جاي أكلمك في أمور دينية بس، دي لازم حاجة أساسية في يوم. تاني مهمة هتكون عبارة عن شغلك أو مذاكرتك لو أنت طالب، ولو وراك دروس هتحضرها أو كورسات كل ده هتكتبه في النقطة التانية. تالتهم رياضة بدنية أو هواية، وده طبعا لو أنت عندك وقت فراغ، ما ينفعش تسيب وقت فراغ ده كده في المطلق، لازم تحدده بعادات يومية معينة إيجابية. يعني خليني أقول لك إن وقت الفراغ ده استثماره وبيبعد عنك الاكتئاب بنسبة 90% لوحده أصلا. رابعهم يا صديقي وهي إن حضرتك هتستثمر في نفسك، يعني هتحدد ساعة أو ساعة ونص مخصصين ليك إن أنت تتعلم فيهم أي حاجة. مفيش حد ما عندوش إنترنت دلوقتي في بيته، ممكن تتعلم اللغة الإنجليزية أو مهارات تانية معينة أنت محتاجها في شغلك وفي حياتك اليومية. خامسهم بقى يا صديقي هيكون عبارة عن مشوار هتروحه أو حاجة هتقضيها، حاجة هتعملها على حسب ظروف حياتك اليومية طبعا. فده هيخليك تحس كل يوم إن أنت حققت 5 إنجازات، وبالتالي دماغك آخر اليوم هيديك شوت دوبامين محترم جدا يبعد عنك أي اكتئاب وأي حاجة. بالعكس ده هيخليك تتقدم وتسعى. ده الطريق اللي مخك بيحصل منه على السعادة، فلازم أسعى فيه تماما كان الطريق ده إيجابي أو سلبي. المخ ما بيفرقش، منين ما بيتعلمه يجيب سعادته ويروح لوحده. كمان ده غير فوائد ال5 مهمات دولت على المدى الطويل، هتلاقي نفسك حرفيا اتغيرت وبقيت شخص تاني خالص. وملحوظة عشان أنا عارفك يا صديقي، ما تسترخصش وتقول لي استخدم تطبيق المفكرة على التليفون. ببساطة شديدة حضرتك هتخش تكتب ال5 مهام الصبح على المفكرة، ممكن تفتح فيسبوك أو يوتيوب أو انستجرام. التليفون حرفيا أكبر مشتت ليك في حياتك عن مهامك اليومية. وزائد كمان إن الكتابة بالورقة والقلم لها إحساس قريب كده من المخ والقلب، وحرفيا بيهتم بيها ويحققها. لو كلامي عجبك الحلقة دي فجايز يعجبك أكتر وأكتر الحلقات الجاية، فاعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، وبأكد أوي على اللايك عشان الفيديو يوصل وينتشر لغيرك. سلام يا صديقي.